خلال كلام ايلون ماسك بيقول ان الشريحه دي لما بتتوصل بالخلايا العصبيه في مخ الانسان بتبتدي ان هي تعالج ضعف الخلايا الموجود هناك عن طريق ان هي تبعت الاشارات لخلايا المخ بنفسها. عمليه معقده جدا ومرعبه في نفس الوقت. والغريب ان الشريحه دي تم تركيبها بالفعل على مخ انثى خنزير، وكمان نجحت بشكل مدهش في تحديد خطوات الخنزير ده ومكانه بدقه كبيره جدا. لا وكمان قدرت تصور حركه الانف الخاصه بيه اثناء تقديم الاكل ليه. وعلى خلاف الكلام الجميل بقى والنوايا الطيبه اللي سمعناها عن الشرايح دي، ففي وجهات نظر بتقول ان هي مؤشر خطير على الغاء الانسانيه عن طريق التكنولوجيا، لان من خلال الشريحه دي فانت هتقدر تتحكم في حاله الانسان المزاجيه زي الخوف والقلق والاضطرابات النفسيه، وكمان تقدر تتحكم في الشعور بالالم. لا والكبيره بقى ان هي تتحكم في ذكرياتك عن طريق ان هي تخلي الذكريات السعيده بس في مخك وتتخلص او تمحي الذكريات السلبيه اللي بتضايقك او بتزعلك لما تفتكرها. حاجه الحقيقه في منتهى الغرابه. النقطه اللي تخوف بقى ان ايلون ماسك قال ان هو بيشتغل عشان يضمن اكبر قدر من الخصوصيه لمستخدمين الشريحه دي، وده معناه ان تسريب الافكار والبيانات ممكن يحصل من